السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده الفيديو بتاعنا مختلف شوية، هنقول لكم كده تجربتي عن مطعم تفويلة اللي قالب العجمي. طبعا هو كان عامل افتتاح كده قريب، وكان عامل عروض، كان عامل عرض ال10 جنيه وعامل عرض ال20 جنيه. العرض اللي في ايدي ده عرض ال20 جنيه، عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 سندوتشات، وعرض ال10 جنيه عبارة عن سندوتشين. عرض ال10 جنيه هقوله لكم الأول، عبارة عن سندوتش جبنة كيري بالبسطرمة وسندوتش مربى بالكريمة، تمام. أما عرض ال20 جنيه دوت عبارة عن 3 سندوتشات، وأنا هقول لكم تجربتي بمنتهى الأمانة والحاجات الحلوة اللي عجبتني والحاجات اللي ما كانتش لطيفة أو ما كانتش زي ما هم قالوا. طيب عبارة عن ايه العرض دوت؟ عبارة عن 3 سندوتشات. أول سندوتش هو حلاوة بالكريمة بالنوتيلا. طبعا في فرق في الصورة اللي هم كانوا منزلينها باللي هم باعتينه. طيب التاني كان شكل حجمه كبير، طبعا ده سندوتش فينو عادي جدا، بس للأمانة هو طعمه خطير، طعمه تحفة جدا. أما الحجم غير طبعا اللي هو منزلينه، تمام كده. السندوتش التاني دوت سندوتش فاهيتا لانشون، عبارة عن قطع لانشون وقطع جبنة وزيتون وفلفل. الصراحة طعمه حلو، بس برضو الكمية قليلة غير الكمية اللي هم منزلينها على البيتج. يعني انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ ان هم منزلين على البيتج صورة انتوا تحسوا ان اصلا السندوتشات حجمها كبير جدا ومليانة قوي، غير اللي هم باعتينه ده خالص يعني. السندوتش التالت بقى ده سندوتش جبنة كيري بالبسطرمة. بصراحة دوت اللي ما عجبنيش. ليه بقى؟ لان السندوتش اصلا عبارة عن في حتة جبنة كده خالص، مش زي الصورة اللي هم منزلينها. هم طبخين البسطرمة في الجبنة زي ما انتوا شايفين، قطع بسطرمة صغيرة جدا، يعني لا تعد حتتين او 3 في السندوتش كله. غير طبعا اللي هم منزلين حاطين كده قطع بسطرمة كبيرة على السندوتش، مقسمينها كده على السندوتش، انما كده هم طبخينها فيها. فاهمين قصدي؟ فطبعا ما حسيت ان في الحتة دي مش زي الصورة خالص اللي هم منزلينها. بس برضو الجبنة طعمها حلو مش وحش، بس يعني مش القوية، مش الحاجة القوية اللي هي تحفة الواحد ياكلها من بره، لا كان عادي خالص سندوتش الجبنة. اما الحلاوة واللانشون تمام كويسين، ما فهمش مشكلة كبيرة. غير بس الكمية غير الصورة. اما الجبنة هو اللي بصراحة ما عجبنيش خالص، وطعم البسطرمة فيه اصلا مش باين، مش واضح نهائي، هو سندوتش جبنة عادي جدا. بس دي كانت تجربتي بمنتهى الأمانة، أنا والله ما أعرفهم ولا هم يعرفوني، أنا رحت اشتريت عادي جدا. وعلى فكرة العرض دوت قالوا إن هو خلاص كده انتهى، هو كان بس عرض بمناسبة الافتتاح وخلص. بصراحة العرض حلو جدا، إن 3 سندوتشات ب20 جنيه حلو قوي. بس عامة أسعارهم كويسة، أسعارهم مش غالية. يعني في العادي الأسعار 6 7 8 10. بتهيألي أغلى حاجة في المنيو بتاعهم ب20 جنيه، يعني أغلى سندوتش في المنيو كله ب20 جنيه. بس دي كانت تجربتي مع مطعم تفويلة، مكانه في العجمي أسفل كوبري الكيلو 21، عند مدخل شارع الصفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه النهارده. انا سايبه لكم كمان العنوان بالرقم لو حد عايز ياخد سكرين شوت. استنوني بقى الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه، بتاعي حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي.